عرفنا في الملخصات اللي قبل كده في انتقام فامباير أنمي العضة الحلوة إن بيلا بنت بسيطة جدا، أمها وأبوها تم القضاء عليهم على إيد مصاصي الدماء لما غزوا كل العالم، وبتعدي السنين ودخلت بيلا الأكاديمية رؤسائها مصاصي الدماء. وفي مرة بتقابل بيلا أمير الأكاديمية له بالخطأ، ولما هربت منه حاول إن هو يعاقبها، والجميع فضلوا يبهدلوها، وقرر بعدها يحبسها في بيته. وعلى الرغم من منع أخوه ليه من تهوره اتجاه بيلا، لكن رفض له جدا، وبسبب إنقاذ بيلا ليلو معاملته اتغيرت معاها جدا، وجاب لها فساتين كتيرة، حتى إن بعض البنات في الأكاديمية كانوا بيحاولوا يتقربوا منها. وفي يوم وهي نايمة بتسمع صوت الباب بيفتح عليها، وبيدخل أخو لو، والمفروض إن هو رئيس الأكاديمية اللي بتدرس فيها بيلا. واللي حابب يعرف تفاصيل الملخصات السابقة هيلاقي الروابط بتاعتها كلها في صندوق الوصف تحت. بتتفاجأ بيلا جدا وبتسأله عن سبب زيارته لغرفتها في الوقت المتأخر ده، فقال لها إن بسبب إفساد أخوه لو ليها وإنه بيدلعها بقت حتى ما بتتكلمش بشكل لائق. بصي، لو مهتم بيكي بسبب واحد بس، لانك بتفكريه بخادمته الوحيده لما كان صغير، فما ترفعيش توقعاتك اكتر من كده. ولما سالته يقصد ايه بتوقعاتي دي، فقال لها انه شافها وهم قريبين من بعض، وقال لها انه عارف اخوه كويس جدا، وانه بمجرد ما يزهق منها هيرميها. فقالت له بيلا انها مش عايزه تتجرح، واخوه مش هيعملها كده، فقال لها انت حره، والمره الجايه لو اتقابلنا مش هيبقى مجرد كلام بسيط، وسابها ومشى. تاني يوم بيدخل له على بيلا وبيقول لها تلبس معطفها علشان ما تتعبش، فسألته هل هي تشبه فولي خادمته السابقة، فغضب عليها له جدا وقال لها مين اللي قالك الاسم ده، وهي خايفة منه جدا، ومع كل غضبه منها سابها ومشى. وبتسأل بيلا نفسها هل الخادمة كانت للدرجة دي مهمة بالنسبة له قوي كده حتى الآن، وهل كل إحساسها اتجاهه ده مجرد سوء فهم منها هي. ولما بتروح بيلا الأكاديمية بتتكلم البنات عليها، وبيقولوا إنها حضرت للأكاديمية بدون الأمير لو زي كل مرة ما كان بيجيبها، وأكيد هو مشغول دلوقتي ومش معقولة يفضل معاها على طول. وبيلا كانت حزينة جدا باللي هي سمعاه، إن المرة دي عكس كل المرات اللي كانت بتزعله فيها، وعلى الرغم من اختفائه بقاله يومين وكل شيء عاد لطبيعته، بس هي مش مرتاحة كده، ويا ترى كل شيء ممكن ينتهي بالشكل ده. وكل البنات بتقول إن الأمير شكله فقد شغفه بيها، وإن ده طبيعي مش معقولة هيفضل يدللها كتير كده. وفجأة بتسمعهم بيلا وهم بيقولوا إن الأمير وصل، فبتجري بيلا عليه وهي متلهفة تشوفه، وأول ما بتقابله بتحاول تنده عليه لكنه بيتجاهل وجودها تماما. وبتقول بيلا لنفسها حتى لو أنا وقفته هقوله إيه؟ أنت غضبان مني ليه؟ بتتجاهلني ولا أنا مجرد نكرة بالنسبة لك؟ وحست بيلا إنها مش قادرة تتكلم ولا تنطق بولا حرف، وبتسأل نفسها أكيد دي مش أنا، إيه اللي بيحصل ليا بالظبط؟ وبتفتكر كلام أخو لو ليها، وإن مجرد اهتمام أخوه لو بيها هو الشبه الكبير اللي ما بينها وما بين خادمته السابقة فولي. وبيمشي لو من قدامها وكان متضايق جدا لكنه برضه ما بين لهاش. والبنات بتلاحظ عدم اهتمام الأمير لو بيها، وهم فرحانين جدا إن هو تجاهلها. وبيسأل صديق له هو ليه متغير الأيام دي، وإنه بقى مشغول طوال اليوم، وإنه ما بقاش حتى مهتم بالأشياء البسيطة اللي حواليه، وكان يقصد بكلامه بيلا. فقال له إن هو بخير، فرد صديقه عليه وقال له إن لما شرطك ضاعت ما شفتكش بكل الغضب ده، وأكيد في حاجة حصلت معاك أو مع الأشياء البسيطة اللي يعرفها. ولما لاحظ تعبيراته ضحك جدا، أكيد أنت ما وقعتش في حبها ولا وقعت؟ فبكل غضب قال له بطل نكتك السخيفة دي، وسابه ومشى. فابتسم صديقه بسخرية. واثناء وجود بيلا في الأكاديمية والدنيا بتمطر، بتلاقي رسالة من لو كاتب عليها بعد اليوم الدراسي هنتظرك في فناء المدرسة. وبتطلع بيلا تنتظر لو في الفناء، فبتطلع وراها البنات وبيقولوا لها انتي مستنية مين؟ ولما ما بتردش عليهم بيلا ضربتها واحدة من البنات وراحت رميها على الأرض، فلقوا الرسالة معاها واقعة على الأرض وهم عمالين يسخروا منها. فسألتهم إن الرسالة دي مقلب منكم صحيح؟ فقالوا لها طالما انت عارفة إنها مزيفة لسه منتظرة لحد دلوقتي هنا برضو، ولا مش عايزة تمشي علشان لسه جواكي ذرة أمل إنه يجي ينقذك؟ فزعقت لهم بيلا وقالت لهم سواء انتظرت أو لا ده شيء ما يخصكمش إطلاقا. فقالوا لها لو عايزة تعيشي بهدوء في بيئة زي دي ما تحاوليش تتمسكي بحد من عشائر مصاصي الدماء. فقالت لها البنت بطلي تكبر، وضربتها البنت وربطت دراعها في سور الحديقة، وقالت لها بسبب تكبرك ده بعد محاولاتك في الارتباط بعشائر مصاصي الدماء خلي المطر يساعدك بقى انك تمسحي كل اللي في دماغك ده. وسابوها ومشوا بعد ما ضربوها، وبيلا كل اللي في دماغها افعال له معاها، ويا ريت المطر فعلا يمسح كل شيء في ذاكرتها عنه. وفجأة بتوصل لها البنت اللي اسمها ميشا وبتدوس عليها برجلها،
وبتقول لها انت مجرد واحدة مثيرة للشفقة، ولو متي محدش هيهتم بيكي اطلاقا. وبعد ما بتشرب دمها بتبدأ بيلا تغيب عن الوعي، وميشا كانت سعيدة جدا انها هتقدر تقضي عليها من غير ما حد ينقذها من تحت ايديها. وفجأة بيتوجه سلاح في ظهر ميشا وبيظهر شخص، فبتحاول ميشا تهجم عليه لكنه بيضربها وبيسحب سلاحه، فبتقع على الارض وبيظهر لو فبيضربه وبيمسك بيلا وبيسأله هو عايز ايه من بيلا، وبيهرب الشخص ده بسرعة من فوق السور. فبيستغرب لو وصديقه من وجود الخنجر الفضي معاه، وهو بيصرخ على بيلا ما تموتيش يا بيلا. وبيلا كانت سامعة صوته لكنها مش قادرة تتكلم اطلاقا ولا حتى مصدقة انه ممكن يكون جنبها. بعد ما تم انقاذ بيلا بيدخل صديق بيلا وبيقول ان الطبيب بيقول انها عدت مرحله الخطر. ولما سالوا له ايه اللي حصل وايه اللي ودى ميشا لعندها، فقال له صديقه كانت بتحاول تمص دم بيلا لكنها ما كملتش على اخر لحظه بسبب الشخص اللي ظهر لك وانقذها. فقال له ان الخنجر اللي طعن بيه ميشا ده هو نفس الخنجر الفضي. فقال له بس اللي انا عارفه ان تم القضاء على جميع الفضيات من فتره بعيده، وده علشان ما يتمش القضاء على مصاصي الدماء بيهم، وبتحصل دوريات للتفقد سنويا. فقال له صديقه لكن من حوالي 10 سنين حصل اشتباك لصياد مصاصي الدماء وبيصطاد مصاصي الدماء زي السمك بالظبط. فقال له يعني الشخص اللي ظهر ده صياد مصاصي دماء، وان الموضوع ما بقاش سهل اطلاقا وانه هيبلغ بيه المجلس بتاعهم. بتبدا تصحى بيلا فبتلاقي له ماسك ايديها، ولما ندهت عليه صحه وسالها لو هي حاسه بتحسن، فبتعيط بيلا وقال لها لو انت مش بخير اناديلك الطبيب. فبتشد ايده بيلا وقالت له انها بقت كويسه دلوقتي. فتذكر انه كان بارد معاها الفتره اللي فاتت وده اللي كان مزعلها جدا، وطلبت ما يكونش طيب معاها زي ما بيعمل لانها كل مره بتقرب منه بمشاعرها، ومن اول ما شافته وهي بتكرهه لحد ما بدأت تحاول تمنع نفسها من الاهتمام بيه، وانها مش عارفه من امتى بدأ قلبها يبقى خارج عن السيطره. فقال لها له هو انت بتحبيني للدرجه دي؟ وفي مشهد تاني بنشوف صياد مصاصي الدماء وواحده بتظهر له، فقالت له مش انت بتحلم تدخل الحرم الجامعي لعائله لوبيزت؟ اسمع كلامي وانا هحقق لك حلمك. فطلب منها له ترتاح لان جسدها ما تعافاش لسه. فقالت له ان بقالها ايام وهي نايمه وحابه تخرج، حابه تستنشق هواء نقي. فاخدها له من ايديها وقال لها يبقى نطلع سوا. ولما بتشوف بيلا طفلين بتفتكر اخوها، فقال لها له ما تفكريش غير فيا انا دلوقتي، وبياخدها علشان يخرجوا سوا للمدينه وياكلوا. فجأة بيمسك فيه طفل مشرد وبيطلب منه انه ياكل. فخافت بيلا جدا على الطفل من لو، فشدت بيلا لو ومشت علشان يدخلوا المطعم. فقال لها لو ان دي اول مرة تمسك فيها ايده. فاتحرجت بيلا جدا وقعدت تفكر في الطفل المشرد، وبتشوف لو بيتكلم مع نادل المطعم وبيشاور لخارج المطعم على الطفل. فخرج نادل المطعم واعطاله طعام وقال له ان ده من الاشخاص اللي قاعدين دلوقتي في المطعم وان تم دفع ماله. ففرح الطفل جدا. فتفاجأت بيلا من فعل لو للطفل البشري وكانت سعيدة جدا من اللي لو عمله. لما بيرجع لو مع بيلا بيلاقي صديقه منتظره وقال له ان المجلس عايزه في حاجة ضروري جدا. فودع له بيلا وقال لها تنام بدري. وبيدخل صديق لو مع بيلا القصر وقال لها انه حاسس ان هما الاتنين بقوا بيحبوا بعض جدا وانها مش المفروض تقلق بسبب المشاكل العرقية اللي ما بينهم. فافتكرت العداوة والكره بين البشر ومصاصي الدماء. فقال لها صديقه انت مش ملاحظة ان لون عيني مختلف؟ الحقيقة ان انا هجين ما بين البشر ومصاصي الدماء. فاتفاجئت بيلا بكلامه جدا. فقال لها ان تم تحوله من وهو طفل ولو ما احتقروش ابدا. فقال لها دلوقتي تحبي اعرفك ماضي لو؟ وكانت بيلا مصدومه جدا من اللي هو قاله لها وبتفتكر كلام اخو لو ليها عن الخادمه المفضله وغضب لو اول ما جابت له اسمها. فقال لها صديق لو الحقيقه ان دي الحاجات المفروض يقولها لك لو بنفسه، وتاسف لها ان هو ازعجها بكلامه وقال لها انها لازم ترتاح وتنام بدري. بس لما بتنام بيلا بتفضل تفكر في كلام صديق لو ليها وانها فعلا نفسها تعرف كل حاجه عن ماضي لو، وليه غضب جدا لما سمع اسم خادمته فولي، وايه السبب ورا رغبه اخوه الكبير ان هما يبعدوا عن بعض. فقالت بيلا انها لازم تحاول تسيطر على نفسها شويه. فحضر لو سالته بيلا وهي مكسوفه هل ما راحش المجلس؟ فقال لها انه راح وافتكر شيء مهم علشان كده رجع ليها. وبتقول بيلا لنفسها ان في حاجات كتيره جدا لسه مش فاهماها عن لو، زي اول مره يعاملها واخر مره ازاي تعامل معاها واخر مره ازاي تعامل مع الطفل قدامها، هو مين فيهم بالظبط. وبعد اللي حصل بايام بتقابل بيلا صديق لو وبتسأله عن لو وإن شكله مشغول بقاله أيام. فقال لها بتفكري فيه؟ فاتكسفت بيلا جدا. فقالت له هي بس حاسة بتحسن وعايزة تخرج من المستشفى وفي حاجات كتيرة جدا عايزة تعملها بنفسها، وإنها عايزة تحضر للامتحان في الأكاديمية وإنها لو ما حضرتش الامتحان مش هتحصل على الشهادة. فخرجها صديق لو من المستشفى. ولما طلبت منه بيلا ما يمشيش معاها في الأكاديمية فقال لها إن لو بنفسه طلب منه يعتني بيها وما يسيبهاش لوحدها أبدا. ولما سألته هو لو بيعمل إيه دلوقتي فقال لها بخصوص الموضوع السابق لصياد مصاصي الدماء علشان كده هو مشغول.
وبتسمع بيلا البنات بيقولوا عنها انها وجدت امير اخر غير لو بسرعه بعد ما بعد عنها امير الاكاديميه، ولما سمعهم صديق لو مسكهم فطلعوا يجروا وهم خايفين منه جدا. فاتأسفت له بيلا على اللي حصل قدامه، فقال لها مفيش اي حاجه، وانه عرف ليه لو ما كانش عايزها تروح الاكاديميه لوحدها، وانه اكيد توقع ان الموقف ده هيحصل معاها، واكيد برضه عايز يحميها. فقال لها ادخلي الامتحان وانا هتمشى في الحرم الجامعي لحد ما تنتهي وهنتظرك. وبتقول بيلا انها كانت بتمنع نفسها تروح لاخوها لحد ما تنتهي من الامتحان، واول ما تخلص امتحانها هتروح تزور اخوها على طول، وانها مش عايزه تنهي منحتها بعدم حضورها للامتحان. كفايه ان لو بيدفع التكاليف الطبيه لعلاج اخوها وهتحاول تردها له قريب جدا. فجاه بتقول بنت بكل حقد ايها المعلم انا شاهدت بيلا وهي بتحاول تغش من ورقه معاها. وفجاه بيلا بتلاقي الورقه تحت الطاوله فعلا، فسالتها المعلمه عن الورقه، وبيلا مش عارفه ايه اللي بيحصل بالظبط ومش قادره تشرح للجميع. فقالت لها المعلمه انها عملت فعل مخجل. ولما بتحاول بيلا تدافع عن نفسها قالت لها المعلمه بتحاولي تنكري برضه. وكل البنات شمتانين في بيلا جدا وبيقولوا لها ممكن تكون كل درجاتك السابقه من الغش برضه. فدخل لو عليهم وقال لهم ان بيلا مش من النوع ده ابدا، واخدها من ايديها ومشى، وجمع كل الطلاب اللي في الاكاديميه وقال لهم ان من هنا ورايح بيلا هتكون معايا ومحدش يتعرض لها منكم ابدا. فالكل اتفاجئ حتى بيلا، ده عكس تماما اللي عملوا فيها اول ما قابلها، ودلوقتي بيحاول يحميها وقال لها انه هينقلها للصف بتاعه ومحدش يقدر بعد كده يوقعها في اي مشاكل زي هنا. وبنلاقي واحدة بتظهر من مصاص الدماء بتضحك ضحكة سخرية، والولد صياد مصاص الدماء بالفعل تم تسجيله في الأكاديمية وبقى من أحد طلابها. وبكده يكون انتهى الموسم الأول من أنمي انتقام فامباير علامات العضة الحلوة، وأول ما ينزل الموسم الثاني أكيد هنلخصه لكم.